الأخينا اللي جاء اتصل بك بعد الحلقة جاب التليفون تاعك وعرضك للدار، وماذا حدث؟ بعد عرضي في البرنامج تواصل معي شخص عبر الهاتف، قال لي أنا إنسان ملتحي بهذه العبارة، أنا أخينا. جالي في شهر رمضان، اداني شرى لي حوايج، بعدها قال لي الحقوا وقت الفطور نروحوا نفطروا في الدار. رحنا للدار فطرنا، بعد الفطور قال لي أنا جبتك ودرت لك مفاجأة، أنا جبتك باه تعيش معايا مدى الحياة، أنت أخويا يماك، وداري دارك، وكل ما نملك ملكك. يعني في الأيام الأولى عاملني أحسن معاملة، يعني كان يقول لي واش تطلب ندير لك، قل لي برك أنت أخويا ومستحيل نفرط فيك. أنت آمنته كي كان يقول لك هكذاك؟ صدقته؟ آمنته باسكو جاني مظهر لحية وقميص في شهر رمضان. يعني في شهر رمضان معروفين الناس بالرحمة والتوبة، يعني شهر حتى الناس الفاسدة يعني تحاول تعمل الصالح. يعني ومن بعد أيام قليلة تبدل 180 درجة، طلع إنسان منحل خلقيا. طيب موسى، موسى اسمح لي خويا، يعني أنا صدقني، يعني أنا حاسس بك وأنا فاهمك، أنا أعرف تفاصيل القصة، ولكن أعتقد أن المشاهدون فهموا ماذا حدث بعد هذا اللقاء، باعتبارات متعلقة بالطبيعة المحافظة للمجتمع الجزائري. لن نذكر ماذا حدث، ولكن المشاهدون بذكائهم فهموا جيدا ما حصل. سيدة أمينة حريش، لما شخص في حالة حرجة